أهلا وسهلا فيكم يا أحلى عالم، نورتوا القناة وشكرا من قلبي لكل حدا عم يدعمني وعم يتابعني سواء من زمان أو من جديد. محبتكم كتير بتعنيلي وبتعطيني دافع إني أكمل، وأهلا وسهلا فيكم. أول شي حبيت إني أبدأ هيك الفيديو. الجو عنا صار بألمانيا حلو وبلش هيك البطات هالقصص بلشت كمان تصير كتير حلوة. بالشتاء بتحسون بكونوا مختفيين يعني، وصار فينا نطلع ونفوت أكتر. كمان بكرة بشارككم كتير إن شاء الله بإذن الله. أهلا وسهلا فيكم من جديد. اليوم الفيديو جديد ومميز، بس قبل ما نبلش بموضوعنا حابة أحكي معكم شوي عن شغلة صار جزء كبير من حياتنا كلياتنا، وهي السوشيال ميديا. يا جماعة هالأيام ما عاد في شيء اسمه مستحيل، يعني الواحد إذا عنده موبايل وإنترنت صار عنده فرصة يبلش من الصفر ويصنع شيء كبير، سواء إن كان على اليوتيوب أو على التيك توك أو سناب شات أو فيسبوك أو انستغرام. كلها صارت أبواب رزق حقيقية مو مزحة جد يعني، وعم نشوف العالم ذاتها. أنا شخصيا لما بلشت ما كان عندي لا خبرة ولا شيء، بس كان عندي فكرة وإرادة وبلشت خطوة بخطوة، وما كنت متوقعة أبدا إن الموضوع ممكن يكبر لهالدرجة. بس مع الوقت ومع الصبر ومع التعب بلشنا نشوف النتيجة والحمد لله. في كتير ناس مثلي يمكن كانوا أبسط مني كمان، واليوم صاروا ناس معروفين وعندهم ملايين المتابعين وعايشين حياة ما كانوا يحلموا فيها. في ناس كانت تمر بظروف صعبة كتير واليوم عندهم بيوت وسيارات ومشاريع ورصيد بالبنك. كل هذا من وراء السوشيال ميديا، مو لأنه حظهم أحسن، لا، لأنه تعبوا وصبروا وما استسلموا. وفي ناس بتوصل بشهر وفي ناس بدها سنة وفي ناس أكتر، كل واحد حسب خبرته وحسب كيف بيتعب على حاله أكتر. يعني كل واحد حسب تعبه وحسب محتواه، بس بالنهاية في نتيجة. أهم شيء الواحد ما يقارن حاله بغيره، يمشي بطريقه هو بأفكاره هو. شيء هو اللي له سبحان الله كل إنسان عنده شيء يميزه عن الباقي. والشغلة المهمة عفوا كمان إنه تطور من حالك دائما. يعني اليوم صورت فيديو بكرة حاول يكون أحسن. تعلمت مونتاج، اهتموا بالصوت، اهتموا بالإضاءة، بالصورة المصغرة. هدول التفاصيل الصغيرة هن واللي بيصنعوا الفرق الكبير. في كمان نقطة مهمة يمكن قليل من الناس بتحكي عنها، إنه الصدق بالمحتوى هو الأساسي. يعني لا تتصنع، لا تحاولوا تكونوا حدا مو أنتو. الناس بتحب العفوية، بتحب تشوفك مثل ما أنتو، وهذا الشيء اللي بيخليكم يكملوا معكم. وكمان الاستمرارية إلى دور كبير. لا تنزلوا فيديوهات وتغيبوا شهر، حاولوا دائما تكونوا موجودين حتى ولو بفيديو بسيط، لأنه التفاعل والاستمرار هن سر النجاح. يعني على الأقل فيديوهين بالأسبوع. وأنا من هون بدي شجع كل حدا عنده فكرة أو حلم أو حتى حابب يجرب أو يبلش، لا تفكروا كتير ولا تخافوا من كلام الناس. كل الناس اللي نجحت مرقت بنفس المرحلة. يمكن البدايات ما حدا يتابعك، يمكن ما تاخدوا مشاهدات، بس مع الوقت كل شي بيتغير. أهم شي تصبروا وتكملوا وتآمنوا بحالكم. السوشيال ميديا صارت فرصة حقيقية ورزق كبير، بس بدها شغل وبدها نفس طويل. طيب خلينا نرجع لموضوع اليوم. فيديو اليوم رح نعمل أكلة من أطيب الأكلات، وأكلة يعني كلاتنا تقريبا بنحبها، وهي البامية مع الرز. أنا عملت لكم إياها بطريقتنا السورية. هالأكلة الصراحة ما بتنعمل كل يوم، بس لما تنطبخ بتكون السفرة غير شكل وطعمها بتنحب كتير. أول شي خلينا نحكي عن المكونات. عبارة عن بامية، لحمة
وبصل وبهار اسود او ناس تقوله 7 بهارات وملح. نبلش باول خطوة. هون انتو فيكم تغسلوا البامية، فيكم ما تغسلوا البامية، لانه مثل ما شفتوا انا جايبتها مجمدة وهي مغسولة وجاهزة وكل شي، يعني مثل ما لكم شايفين، مثل ما شفتوا بالفيديو. بعدين مثل ما شفتوا باول فيديو قلينا البصل مع شوية زيت طبعا. بعدها ضفنا اللحمة وضفنا 7 بهارات، اول بهار كله واحد يعني، واللحمة يمكن رجعت عدتها مرتين، المهم يمكن خربطت، يلا ما هي مشكلة. وهيك منقليهم مع بعض. بعدها منضيف البامية. بعدها حطيت معلقة دبس بندورة مع مي وبس، اتركتها تتعقد وعملتها، وجنبها صحن رز. كتير كتير طيبة. هلا في ناس بحطوا لها توم بقى، ما بعرف، انا ما بحب يعني. وهيك كان فيديو اليوم. واذا وصلتوا لهون بتشكركم من كل قلبي، وهعطينا رأيكم بالتعليقات عفوا، سواء بالطبخة او بالكلام اللي حكيناه على السوشيال ميديا. وإذا حبيتوا الفيديو لا تنسونا من دعمكم باللايك، وتشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس لحتى يوصلكم كل شي جديد. بحبكم كتير، بشوفكم بفيديو جديد إن شاء الله. وهيك رح تكون السفرة النهائية. واشتهيتكم معي كتير اليوم. ما بعرف عم بسجل صوت على الفيديو كأني ما كتير كنت مجهزة حالي على السوا، فكتير صار غلبطة بالكلام. ومثل ما قلت لكم خليكم على طبيعتكم، خليكم مثل ما انتم، كلياتنا بنغلط يعني، عادي يعني. وهيك كانت سفرتنا اليوم، وهيك كان موضوع الفيديو لليوم. اذا حابين شارككم شيء اكتر كتبولي بالتعليقات، وشوفكم فيديو جديد. سلام.